بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلبي، سنة أولى إعدادي، بنكمل حل علوم من كتاب الامتحان 2023 الترم التاني. رحنا للوحدة التانية. الوحدة التانية أول درس فيها القوة الأساسية في الطبيعة. حلينا الفيديو اللي فات اختبر فهمك 1. الفيديو ده هنحل اختبر فهمك 2، والفيديو الجاي إن شاء الله هنحل أسئلة الكتاب المدرسي على الدرس. فهنفتح كتاب الشرح صفحة 127. رقم 1، اختر الإجابة الصحيحة. 1، ينشأ عن التيار الكهربي. هنختار قوة مغناطيسية وحركية. طبعا التيار الكهربي ليه تأثير مغناطيسي، فهنختار مغناطيسي ألف ودال، وطبعا هنستبعد ب وج. في طريقة تانية، التيار الكهربي ملوش علاقة بالطاقة النووية أو القوة النووية، لأن القوة النووية دي بتكون مرتبطة بنواة الذرة، فالمفروض نستبعد نووية. فلو استبعدنا كلمة نووية هنستبعد ألف وجيم وب، فهو الاختيار الصح رقم د. ينشأ عن التيار الكهربي قوة مغناطيسية وحركية. مغناطيسية لأن التيار الكهربي ليه تأثير مغناطيسي، وحركية لأن التيار الكهربي الطاقة الكهربية بتديني طاقة حركية. 2، يتركب المغناطيس الكهربي من ملف مصنوع من سلك معزول من المادة X، يحيط بقضيب مصنوع من المادة Y. أي مما يأتي يعبر عن المادة X والمادة Y. ذكر لي في الدرس تركيب المغناطيس الكهربي. قال لي المغناطيس الكهربي بيتكون من سلك نحاسي معزول يحيط بقضيب من الحديد المطاوع. سلك نحاسي معزول، إذن المادة X النحاس يحيط بقضيب من الحديد المطاوع، إذن المادة Y الحديد المطاوع، لاختيار رقم د. ما الجهاز المسؤول عن إنارة فوانيس الدراجة عند حركتها؟ المحرك الكهربي ولا المغناطيس الكهربي ولا الدركسيون ولا الدينامو؟ هنختار الدينامو. ليه؟ الدينامو أو المولد الكهربي بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. الدينامو أو المولد الكهربي بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية. الطاقة الكهربية اللي هينتجها الدينامو بنستخدمها في إنارة فوانيس الدراجة. تعتمد فكرة عمل كل من الجرس الكهربي والأوناش الكهربية على وجود مغناطيس كهربي بها. من استخدامات المغناطيس الكهربي بيدخل في تركيب الجرس الكهربي والأوناش الكهربية. ج، المغناطيس الكهربي. تحولات الطاقة التي يحدثها الدينامو عكس التي يحدثها المحرك الكهربي. المحرك الكهربي هنا هو الموتور. ليه اخترنا الموتور؟ الدينامو بيحول الطاقة الحركية إلى طاقة كهربية، العكس المحرك الكهربي زي الموتور بيحول الطاقة الكهربية إلى حركية. إذن الاتنين عكس بعض، الدينامو الحركية إلى كهربية، الموتور الكهربية إلى حركية. رقم د، كل مما يأتي صحيح بالنسبة للقوة النووية القوية. ما عدا إيه؟ ما عدا يمكن الاستفادة منها في مجال الطب. رقم ب. طبعا في الدرس قال لي استخدامات القوة النووية الضعيفة، وقال لي استخدامات القوة النووية القوية. القوة النووية القوية هي المسؤولة عن ربط مكونات النواة ببعضها، وبتستخدم في إنتاج الطاقة الكهربية، وبتستخدم في إنتاج القنابل الذرية. أما القوة النووية الضعيفة بتستخدم في مجالات الطب،
إذا ما عدا رقم ب لأن دي قوة نووية ضعيفة. آخر سؤال رقم 2. اذكر أهمية القوة النووية الضعيفة. هنا دي القوة النووية الضعيفة، فهنكتب الإجابة دي: تستخدم الطاقة الناتجة عنها في الحصول على بعض العناصر المشعة والإشعاعات التي يمكن الاستفادة منها في مجالات الطب، البحث العلمي، الصناعة. دي استخدامات القوة النووية الضعيفة، هنكتبها في الجزء ده. الفيديو الجاي إن شاء الله هنحل أسئلة الكتاب المدرسي على الدرس.